السلام عليكم. الناس اللي خرجوا في القرعه تاع الحج 2025 نقول لكم كل شيء مبروك، حج مبرور ان شاء الله، وسعي مشكور، وان شاء الله ربي يجعلكم من المقبولين. والناس اللي ما نجحوش نقول لهم ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله ربي يسهلكم وربي يوفقكم باش تتحصلوا على حج ولا الدفتر هذا العام ولا في قادم المرات ان شاء الله العام الجاي. صح، كاين واحد القوانين جديده نتكلموا عليها فيما يخص القائمه الاحتياطيه. في السابق او في القانون السابق كان اي شخص يخرج في القائمه الاحتياطيه اذا ما تنازلوش اي شخص في ذاك العام اللي موراه يروح مباشره. كيفاش؟ فرضا 2025 الناس اللي خرجوا في 25 نقولوا زعما زوج تنازلوا ما حبوش يروحوا، اللي خرجوا زوج الواله في القائمه الاحتياطيه تاع العام اللي فات يروحوا فيها. اذا ما كاش اللي يتنازل العام اللي موراه 2026 يروحوا مباشره. كيما هذا العام القائمه الاحتياطيه تاع العام اللي فات هذا العام يروحوا بدون قرعه، ناجحين من العام اللي فات ناجحين. الان تغيرت، الان او هذا العام تغير القانون. اي شخص جا في القائمه اذا ما كاش اللي يتنازل له هذا العام القائمه الحاليه العام الجاي ما ينجحش يعاود يشارك قرعه عادي كيما هو، كيما اي شخص ما خرج في القائمه. فهمتوا؟ يعني القائمه الاحتياطيه فقط تاع هذا العام فقط، ماشي تاع النجاح، شهاده نجاح تلقائيا. بارطاجيو باش الناس باش ما يغلطوش، اون سي جامي بالك واحد كاين اللي غلط ما يسجلش ولا معلومه مؤكد منها 200%. شاركوها خوتي. السلام عليكم.